السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين القناة الأعزاء. تحدث مدرب ليفربول يورجن كلوب بعد تعادل فريقه أمام لوتن تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلق على عودة لويس دياز وهدفه والفرصة التي أهدرها داروين نونيز والتي قدمها له محمد صلاح على طبق من ذهب. شارك دياز بديلا وسجل هدف تعادل ليفربول في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعادل ليفربول بهدف لمثله في إطار مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز. وعاد دياز للمشاركة لأول مرة بعد واقعة اختطاف والده في كولومبيا. وقال كلوب عن لويس دياز في تصريحاته إلى سكاي سبورت: لحظة رائعة، لكنها لا تعتبر الواقع ولا تغير الوضع. الشيء الأكثر أهمية هو إطلاق سراح والده. وأضاف إنه لأمر رائع أنه أراد أن يكون هنا، وهذا كل شيء بالنسبة لنا. هدف مهم للغاية، وبالنسبة له فهو مهم وعاطفي، ولكن هذا كل شيء. وسئل يورجن كلوب إذا كان يشعر أن دياز يمكنه أن يلعب دورا مهما، أجاب: يمكنه فعل ذلك دائما عندما يكون في الملعب، فهو دائما يكون له دور بارز في أشياء خاصة. وأضاف: كنا نعلم أنه سيشكل تهديدا، ولم نكن نعرف المدة التي سيلعب فيها، لأنه لم يشارك سوى في جلسات قليلة مع الفريق، ولكن هذا ليس الجزء الأكثر أهمية اليوم. لقد سجل الهدف، ولكننا بحاجة إلى رؤية بعض التحسن في كولومبيا فيما يتعلق بوالد لويس دياز. وأشار كلوب هدف دياز لقطة بارزة في المباراة، ولم يكن بها الكثير من النقاط البارزة، وقد شارك لويس وسجل هدفا. إنه أمر رائع حقا، وكان ينبغي علينا أن نقدم أداء أفضل. لوتن تاون يستحق الإشادة. لقد كان لنا لحظات لم نكن هادئين بما يكفي لإنهاء فرصنا بنجاح. وأكمل يورجن كلوب: عندما نتأخر بنتيجة 1-0 وتسجل هدف التعادل، فهذه نتيجة تفضلها. قبل المباراة لم أكن أعتقد ذلك. إنها نتيجة يستحقها الفريقان. لقد لعبنا بدون ضغط في الهجمات المرتدة في الشوط الأول، وهو الأمر الذي أتعامل معه بصفة شخصية. وأخبرت اللاعبين: لا أستطيع أن أتذكر الكثير من المرات التي استعدنا فيها الكرة، ولكن ليس رائعا أنه أحد هذه الأيام التي يمر بها الوقت والأمر لا يصبح أسهل. لم يكن أفضل يوم لنا. وأصر كلوب: إنها مهمة صعبة أن نحافظ على تركيزنا الكامل بالنظر إلى المباراة. أعتقد أننا لم نستحق أكثر من نقطة، لكن بإمكاننا الفوز بالمباراة مع الفرص التي سنحت لنا. ولكن بالنظر إلى الأمر الآن أعتقد أننا نستحق نقطة. وعن إهدار داروين نونيز فرصة محمد صلاح، أفاد: لقد كان نونيز متسللا مرة أو مرتين، والكرة التي سددها محمد صلاح بالرأس أعتقد أن صلاح كان يمكنه تسجيلها، ولكن تلك أيضا فرصة كبيرة. واستطرد كلوب: إنها ليست النتيجة التي نحلم بها، ولكننا دائما ما نكون كبار بما يكفي لقبولها. وعن حصوله على بطاقة صفراء، أتم: فوجئت بالبطاقة الصفراء. أستحق الكثير من البطاقات في حياتي، لكن هذه البطاقة لا أعرف سبب حصولي عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.